شمعون شكر ماكرون على جهوده بشأن التوافق للتمديد لليونيفيل، والأخير أكد على أهمية قرار حصر السلاح بيد الدولة. ولبنان نواب وسياسيون يقدمون شكوى لنيابة ضد أمين عام حزب الله. لبنان تسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الجيش، ومنسي عن التخوف من المواجهة بعد تصريحات نعيم قاسم بشأن السلاح. نحن لا نخاف والشرعية هي شرعية الدولة. الجيش أكد تسلم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي. عملية التسليم ستتواصل. والجيش الإسرائيلي اعترضنا مسيرة ثانية اليوم أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل. متابعينا الكرام، تتصلكم أخبار لبنان برجاء الاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل هذا الفيديو، تفعلوا زر الجرس، تدعمونا بلايك، وإليكم كافة التفاصيل. قدم نواب لبنانيون وشخصيات حزبية وسياسية شكوى أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد أمين عام حزب الله نعيم قاسم على خلفية تصريحات وصفوها بأنها تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية. وقدم الشكر النواب في البرلمان أشرف ريفي وإلياس الخوري وجورج عقيص وكميل شمعون، والنائب السابق دي أبي اللمعة، ورئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وفي 15 أغسطس الجاري رفض قاسم تسليم سلاح الحزب إلى الدولة، وقال أن المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال الإسرائيلي قائم، وسنخوض معركة كربلاء إذا لزم الأمر ومواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ذلك. وقال النائب ريفي من أمام القصر العدل في بيروت عقب الانتهاء من إجراءات تقديم الشكوى: انتهى الدور الإيراني في المنطقة، ونقول أننا واجهنا الكلام غير المسؤول وغير الوطني لقاسم بخطة دستورية لنقول أن الدولة هي التي تجمعنا والدولة فرقتنا. وبدوره قال محفوظ أن هذا التحرك ليس إخبارا بلاغا، إنما شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم. أما عقيص فأشار إلى أن تصريحات أمين عام حزب الله تضمنت الكثير من التهديد بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية. وأضاف: احتكمنا إلى القضاء فهو الذي يحمينا ويحمي